حدث في مجلس الشعب الموقر. امبارح لجنة الزراعة في مجلس الشعب مجتمعة، واللجنة مجتمعة علشان خاطر تناقش أوضاع الفلاحة والفلاحين والمزارعين وما إلى ذلك. والمفروض يشوفوا يا ترى الفلاحين تعبانين ليه، يا ترى ايه اللي حصل في القطن وايه اللي حصل في الرز وايه اللي حصل في القمح، المشاكل والبلاوي اللي موجودة في الريف المصري. لكن 2 من أعضاء مجلس الشعب في لجنة الزراعة والاتنين حزب وطني، الاتنين بيتكلموا مع بعض، فواحد فيهم اقترح وقال أسماء النائبين عبد الفتاح أمين وعادل شعلان. فالنائب عبد الفتاح أمين على ما يبدو كان عايز يوقع طلبات جوه اللجنة، فالنائب التاني شعلان قال يا جماعة عايزين نقترح محدش يوقع طلبات جوه اللجنة أثناء المناقشة. فالنائب الأولاني قال ده النائب ده بيرمي عليا، فرح له. فالنائب اللي قاعد لقى النائب الأولاني جاي له، جاء قايم ومديله بالبوكس في وشه. فالنائب اللي خد بالبوكس في وشه ده شده من الجلابية موقعه في الأرض ورميه في نص مجلس الشعب. فرئيس اللجنة اللي قاعد استنجد بأحمد عز عشان خاطر يفض الاشتباك ويسلك النواب وينهي العركة اللي بينهم. ده مستوى مجلس الشعب في مصر. 2 نواب أعضاء في الحزب الوطني قاعدين في لجنة الزراعة بيناقشوا مستقبل الزراعة في مصر وأوضاع الفلاحين في مصر. فواحد بيتكلم التاني فكروا بيرمي عليه، راح عشان يتخانق معاه، جه الأولاني مناوله بالبنية في وشه، جاوب عليه شده من الجلابية وقعه في الأرض. بنيات وجلابيات وبهدلة ومسخرة في مجلس الشعب.